المملكة المغربية مع سياسة الكرسي الفارغ منذ العودة للحاضنة الإفريقية منظمة الاتحاد الإفريقي، وذلك رغم المحاولات التدليسية لبعض البلدان على غرار جنوب إفريقيا للنيل من الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا الصدد، تشارك المملكة المغربية في قمة المناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي بدءاً من اليوم الاثنين 4 شتنبر وإلى غاية 6 من نفس الشهر، حيث ستكون المملكة ممثلة بكل من السفير المغربي في كينيا عبد الرزاق العسل، مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وخفضت المملكة المغربية تمثيليتها الحاضرة في القمة كإجراء للرد على مشاركة جبهة البوليساريو في القمة، وكذا الرد على الرئيس الكيني ويليام روتو الذي خضع للوبي الأنجلوسكسوني الذي تقوده جنوب إفريقيا على المستوى الإفريقي.